السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا فرحانين ومهنين وانتم تشوفوا في الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه الصابلي اللي اعتمدتها في العيد، جات بزاف هايله. قطعت لي حتى 70 حبه ودرت بها 3 انواع. النوع الثالث نوحت فيه بزاف، واللي ذاقها بزاف عجباتو، تجي تذوب في الفم وتجي بزاف بنينه وتقطع لكم كميه بزاف كبيره. الوصفه شافيها هنا درت 250 غرام مرقارين تكون في درجه حراره الغرفه، مع 2 حبات تاع بيض ثاني يكونوا في درجه حراره الغرفه، كاس غير ربع تاع الزيت، مع هنايا كاس معمر تاع سكر كلاصي، ونص كاس تاع مايزينا. نغربلوهم في الصفايه بما يبقاوناش هذوك الحبيبات. ومن بعد ضفت لهذوك المكونات قرصه تاع الملح وملعقه كبيره تاع لافاني اللي كانت عندكم سائله ولا بودره ولا سكر فانيلا، المهم لافاني باه نحو هذاك رائحه البيض. ومن بعدها ضفت لهم 2 ملاعق كبار تاع معجون تاع المشماش. هذه هي اللمسه اللي ضفتها هنايا، وجات لاباط بزاف بزاف هايله وجات طريه وتذوب في الفم. المهم هنايا ضربت بالباتور حتى طلعت لي هذوك المكونات رجعوا لي بهذا الشكل، يرجعوا كما الكريمه ويندمجوا كامل. هنايا بديت نضيف الفرينه تدريجيا، ضفت الكاس الاول وضفت باكي تاع خميره الحلوى، ونغربلهم في الصفايه كما راكم تشوفوا كاش حبيبات ولا كاش هكا زوائد يتنحاو. ونبدا نلم في العجينه تاعنا، نطمها غير هكا بيدي بهذا الشكل راك تشوفوني كيف نولي نطم فيها وندخل في هذيك الفرينه. نولي نضيف بالكاس تاع الفرينه بالكاس حتى تلملي العجينه ونطمها بهذا الشكل، ما نعجنهاش. نولي لكم عجينه شاده روحها بصح طريه، ما تقصحوهاش بزاف باه تجيكم طريه. هذه هي العجينه. نخلوها تبرد في الفريجيدير لمده 10 دقائق ومن بعد نحوها. هنايا بديت نحل في العجينه تاعي بعد ما ريحت. هنايا النوع الاول اللي درتوه هو صابلي تاع المعجون، هذا هو كان النوع الاول اللي بديت به، لانه يشد اليد شويه، ديري حبه فوق حبه المعجون. راكي عارفه هذا يشد شويه اليد، بديت به هو الاول. المهم هنايا كملتهم كاملين، درت هذا الشكل ودرت شكل واحد اخر هذا تاع الورده، وطبحت الكميه الاخرى بطابع مختلف. هذا هو يجي مبرج بزاف من حواشي. ما تخافوش هذه لاباط ما يخسر لكم الشكل، ما ينتفخ، ما يصرى له والو. الصابلي تاعكم يقعد هو كيما تحطوه في السنيوه كيما تلقاوه. دوك نوريكم النتيجه. والنوع الثاني هنايا درت تاع القلب. درت هكا سنيوه تاع القلب كملتهم كاملين. والنوع الثالث حكمت ليمول والعجينه اللي زيدت لي كامل درتها في ليمول. درت هذا الشكل تاع لي باكيت والشكل المعتاد تاع لي تارتولات هذوك الصغار. المهم كملتهم كاملين بنفس الطريقة ومن بعد رحت للتزيين. هنايا الصابلي تاع المعجون اخترت المعجون اللي ما يكونش حلو بزاف، راه يتباع في الاسواق، يجي شغل ما يجيش فيه السكر بزاف بزاف هايل. هذا الا صبتوه يشروه نورمالمون الماركه تاعو تاع الا مانيش غلطه. ولا كولار تاعو تجي فاتحه، يعني كي ديروا هذاك المعجون من الفوق ما تزيدوا له لا كولورون لا والو. اللون تاعو شباب. وهنايا الصابلي تاع القلب درت له كريمة البندق ولصقته بهذا الشكل. هذا درت منه كمية تاع 17 حبة، خرجت لي 17 حبة. ومن بعد رحت درت له كلاصاج تاع الشوكولا بيضاء. الشوكولا زدت لها لوز كنت حمصته وطحنته شويه خشين هكا باه ما نديرلوش ديكوراسيون من الفوق. هذيك هي شغل يكفي ويوفي هذاك اللوز، يعطيله شكل شباب من الفوق. بالنسبة للنوع الثالث هو اللي قطع لي بزاف، كنت قادرة ندير النوع الرابع ولكن ما كانش ما كفانيش الوقت. كنت باغيه غير نكمل باه نروح للبقلاوه، كانت تستنى فيا وكانوا بزاف انواع يستناو فيا كانوا في راسي. المهم هنايا شوفوا واش درت لهم. ما قسمتهم كل واحد وباه زينته وكل واحد باه حشيته. كاين اللي درت له كريمه البندق من الداخل، وكاين اللي درت له نيسلي كراميل ولا توفيا ولا كابريز اللي كانت توفر عندكم. والنوع الثالث درتو بالشيكولا، حشيتو بالشيكولا. ومن بعد درت لهم كلاصاج. الكلاصاج هنايا شوفوا تاع الشيكولا كلاصيتو بشوكولا تاع البندق تاع المرجان، نستخدم غير المرجان. كلاصيتو كامل، وهذا درت له غير الكميه لداخل تاع اللي موالفين نخدموه. يعني التزيين نتوما تفنوا فيه
وكل ما زينتوهم بطرق مختلفة راح يبانوا باللي درتي أنواع بزاف. يعني هذه الحيلة راح تخليكم كشغل درتوا أنواع بزاف وانتوما غير الشكل تاع التزيين بدلتوه. المهم خياتي هذه هي النتيجة. شوفوا الصابلي تاعي هذا جا بزاف هايل، حنا نبغي هذا السامبل، انا والعائلة تاعي نبغوه بزاف هذا السامبل. وهذا هو النوع الثاني اللي شفتوه معايا، كنت زينته بطرق مختلفة. شوفوا كيف جا ما شاء الله، والذوق ما نحكي لكمش. والنوع الثالث كنت ما صورتوش وحده، ها هو درته هنايا في السنيوة. هذا تاع النيسلي، وهذا هو اللي خدمته النوع الثالث معكم تاع القلب. لاباط اللي شاركتها معكم كنت قادرة ندير لها الكاكاو ونقسم، ندير انواع بالكاكاو وانواع نورمال سامبل، ولكن كنت دايره زوج انواع انايا في الحلوى تاعي تاع العيد بالكاكاو. يعني ما كانش داعي باه نزيد نوع تاع كاكاو. نتوما تقدروا تقسموا لاباط تضيفوا لها ملعقه تاع كاكاو وديروا نوع هكا بالكاكاو ولا شوكولا بالبندق اللي بغيتوها. ديجا كنت شاركت معكم زوج فيديوهات تاع الصابلي بالكاكاو. وهذو هما الانواع كاع اللي درتهم في العيد. كنت صورت بزاف انواع ولكن الوقت والله ما كفاني باه نحط لكم لي فيديو. المهم ما زالت لي الوصفه تاع المخبز نحطها لكم، والوصفه تاع مقروط اللوز جاو بزاف بزاف هايلين. هذو لازم نشاركهم معكم في هذو الايامات ان شاء الله، يعني مازال غير ندير لهم مونتاج ونحطهم لكم. وصلنا لاخر الفيديو حبيباتي، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تستفادوا من الوصفه ثاني. كما قلت لكم جايين مناسبات، جايين مناسبات وجايين افراح ان شاء الله وتحتاجوا الوصفه. المهم خياتي ما يبقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.